سلام، لقد عدنا والعود احمد. انا رجعت باش ندير فيديو جديد. تقريبا كاملين سامعين بجاك السفاح واللي كان مرونها بزاف في لندن، واللي لحد الان مازال ما عارفين شكون هو. وهاد القصه راه معروفه في العالم كامل، ولكن اليوم عندي واحد القصه على واحد خونا اللي كان زايد نغزى عليه ولكن ما معروفش. زيد عليها هذا ماشي في لندن وماشي في ميريكان بحال القصص اللي دازوا، هذا غير ولد البلاد. ودابا باش تفهم رجع معايا واحد 100 عام للور، وبالضبط في عام 1906 بالضبط عند واحد السيد اللي كان درويش كما كانوا كيقولوا الناس، واللي كان صانع الاحذيه في مراكش، واللي كان سميتو الحاج المسفيوي. هاد خونا هذا العيالات كثر ما صايب الصبابط، واللي كان اول متسلسل غادي يعرفوا المغرب. وهاد خونا اكثر من 36 مرة. كلشي غادي يبدا في عام 1906 باش واحد البنت غادي تخرج من دارهم وما غاديش ترجع. في ديك الوقت ما كان ما يدار في الزنقه، والا خرجتي وفتي ساعه فغالبا كاينين جوج احتمالات، يا اما تلفتي ولا خطفوك. هنايا والديها غادي يمشيو عند المخزن وغادي يقولوا له بلي راه البنت خرجات وما ولاتش، والمخزن غادي يقول لهم علاش خليتوها تخرج حتى ما ولاتش. وبكل خلاصه ما عندنا ما نديروا لكم. من مورا هادشي غادي يدوز غير شويه ديال الوقت ونفس البلان غيولي يطرى مع عائله اخرى، بنتهم غادي تخرج وما غاديش تولي. وفاش غادي يمشيو عند المخزن غادي يلقاو بلي المخزن في ديك الوقيته كان كيقدم غير النصائح، وغادي يقولوا لهم علاش خليتوها تخرج حتى ما ولاتش. وكيما الهضره المخزن كل نهار كتعاود، فراه حتى هذا اللغز الاختفاء ولا كيتعاود في ايام اللي متقاربه وبزاف، للدرجه ديال انه في قل من شهر غادي تغبر اكثر من 25 بنت. الحاجه اللي كتبان غريبه ديك الوقيته للدرجه ديال انه المراكشيين في ديك الوقت ولاو حاضين راسهم، والبنات ولاو كيفكروا بانهم الا فاتوا العتبه ديال الباب فراه غادي يغبروا، بالخصوص فاش غادي يوصل العدد ل 35 بنت في قل من شهر. الشيء اللي خلى مراكش تولي خاويه من البنات، كلشي جالس في الدار وغير رجال اللي خارجين. غادي تبقى مراكش على هذا الحال حتى النهار اللي غادي تغبر فيه واحد البنت من واحد العائله اللي شاده بلاصتها في البلاد، وكان في خبارهم باللي المخزن راه ما كيدير والو، وقالوا مع راسهم نمشيو على الاقل نعلموه. وداكشي اللي كان غادي يمشيو عند المخزن وغادي يعاودوا له داكشي اللي طرا بالتفصيل، ولكن المخزن كان مازال كيقدم النصائح، وغادي يقولوا لهم علاش تخليو البنت تخرج من الدار حتى ما ترجعش. غير هو هاد المره هاد العائله فاش سالت مع البوليس غادي تمشي بيديها تقلب على البنت، وباها بقى كيقلب للدرجه ديال ان مراكش كامله تقريبا عرفت باللي راه بنت فلان غبرات. واحد النهار غادي يكون واقف باها حتى غادي تبان له صاحبه بنته الصغير، غادي يمشي عندها ويسولها فين اخر مره شفتي بنتي. البنت غير غادي تدور على اليمين ديالها غتبان لها واحد المراه كبيره، وغادي تقول له داك النهار عيطات لها ديك المراه وراه مشات معاها. هاد المراه هادي كانت بحال شي سمسار، اي حاجه باغي تشريها غادي تجيب لك البايع، واي حاجه باغي تبيعها غادي تجيب لك الشاري. هاد السيده كان سميتها رحاله، واللي كان كلشي كيحترمها حيت كانت داخله سوق راسها، وزيد عليها مراه كبيره في العمر تقريبا واحد 75 عام. هنايا بايا البنت غادي يمشي عند رحاله وغادي يسولها رحاله واش ما شفتيش بنتي. هنايا رحاله غادي تلف في الهضره وغادي تبدا تدخل وتخرج. الراجل ما غادي يقول لها والو، يقول لها صافي ما ديريش في بالك، وغادي يمشي في حالته للدار. هنايا غادي يدير واحد البلان هو والعائله ديالو باش يجيبوا رحاله عندهم للدار. غادي يصيفط ولده الصغير، غادي يقول لها باللي راه عندنا في الدار شي حاجه كتباع، اجي شوفيها باش تشوفي لنا الشارع. وداكشي اللي طرا غير غادي تدخل عندهم للدار، غادي يشدوها ويكتفوها، غادي يديو معاها ويجيبوا في الهضره مع شويه ديال الخلعه، ومع هي كبيره في العمر غادي تقر لهم بكل شيء من اتال زاد، وباللي راه بنتهم داتها عند الحاج المسفيوي. هنايا باي البنت غادي يهز رحاله ويديها عند المخزن، وتماك غادي تعترف بكل شيء. وهنا المخزن فاش شاف راسو ما قادرش يعطي شي نصيحه اخرى، فراه غادي يمشي يجيب الحاج المسفيوي. هذا المسفيوي ورث الحرفه على باه، واللي هي خراز تقريبا في العمر ديالو واحد 66 عام. حياته كامله دوزها ما بين الصبابط وشي صنادل، وكان معروف في مراكش كامله تقريبا. وكما حنا عارفين حتى هو كان درويش، والناس كاملين كيقولوا فيه غير المزيان. المسفيوي في الكوميساريه، والمخزن بقى في الدار باش يقلبها مزيان. بقاو تيقلبوا بلاصه بلاصه حتى لواحد اللقطه غيبان لهم واحد البير تما، وغير غادي يضربوا عليه طله غادي تخربق لهم الدماغ، حيت داكشي اللي شافوا ما كانوش حتى الافلام د الخلعه اللي يقدروا يديروا بحاله. الاغلبيه ديال دوك البنات اللي غبروا راه ما تلفوا ما والو، اغلبيه فيهم كينفوز داك البير. المخزن من بعد الصدمه الاولى ما غاديش يحبس، غادي يزيد يقلب الدار كامله بلاصه بلاصه. من بعد التقلاب غادي يعرفوا باللي راه الدار المسفيوي في الدار ديالها كاينه واحد الجرده، وداكشي اللي ما بغاوش يتخيلوا فراه هو اللي كان تراب كامل مقلب. يعني البنات الاخرين اللي تالفين فراه غالبا حتى هما تحت داك التراب. ودابا تقدر تسول راسك كيفاش هاد خونا اللي عنده 66 عام قدر يدير هاد الشيء كامل. هاد خونا هذا فين ما كانت كتجي عنده شي بنت اللي زوينه باش تصايب الصباط، فراه غالبا كان كيفوت معاها الهضره على الصباط، وكان كيقاد ليها اتاي ولا كيعيط الرحاله باش تقاد شي براد ديال اتاي اللي يكون مزيان. الدريه غير كتشرب كاس واحد من داك اتاي تنسى علاش اصلا جات عنده، وهكا كان كيدي ليها فلوسها وكيصيفطها للبير. المسفيوي كان دماغ
السيمانه اللي كانوا كيغبروا فيها الدريات وما كيبقاوش يجيو عنده للمحل، فراه كان لاقي ليها حل، كان كيصيفط لهم رحاله باش تجيبهم، والطريقه كانت سهله. رحاله مرا كبيره 75 كانت كتهز في يديها شي حاجه اللي كتبان ثقيله ولكن هي راه عاديه، كتبقى غاده بها حتى كتوصل حدا شي بنات وكتعيط للزوينه فيهم واللي عارفاها تقدر تكون هزه فلوس وكتقول ليها عاونيني، وغير كتقرر ديك البنت باش تعاونها. فراه كانت كتسالي القصه ديالها في المحل ديال الحاج المسفيوي، وهكا الحاج المسفيوي غادي يكون طيح الروح ل 35 بنت في قل من شهر. الاخبار غادي يديه ومراكش كامله غادي تعرف باللي راه مول الفعله هو الخراز، لا ماشي الكوميسير، الخراز المسفيوي واللي كيعيطوا له بالحاج المسفيوي. وهنايا غادي يخرجوا للشارع باش يطالبوا قدام الناس. هنايا المخزن غادي يبقى يدير واحد الحاجه هي الاول، غادي يبقى يركبوا فوق واحد البغل وغادي يبقى يدور به مراكش كامل، والناس كاملين كتعاير فيه وكتسبوا، وفي الاخر ديال الليل كيديوه لساحه الفنا باش ياكل شويه ديال العصا، ومن موراها عاد كيديوه للبنيقه. المسفيوي ما غاديش توقف القصه ديالو هنا، هاد خونا غادي بأبشع طريقة في تاريخ المغرب. وكيف النهارات كاملين المسفيوي غادي يخرجوه باش يضربوا به دويره في مراكش، وفي الليل غادي يديوه لساحه الفنا. هو على بالو باللي كيف النهارات كاملين، ولكن القصه ديالو غادي تبدل فاش غادي يوصل لساحه الفنا في الليل. هاد المره ما غاديش يمشي المسفيوي لساحه الفنا باش يضربوه، وانما باش يدفنوه وهو حي. غادي يبنيو عليه بيت على قدو وهو واقف، لا ضو لا ما لا والو. المسفيوي غادي يدوز 3 ايام في داك البيت وهو غير كيغوت، من موراها غادي يديموا الامانه امانته. وهذه كانت القصه ديال اول تسلسل في تاريخ المغرب. نشوفوا في فيديو اخر. تهلاو.